بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة سعيدة عليكم ورمضان كريم علينا وعلى أمة الإسلام أجمعين. دلوقتي احنا بنتكلم في حاجة بس ايه، بعيد عن الدوري الإنجليزي وبعيد عن الأحداث اللي احنا متابعينها. انت متابع الدوري الأسباني أو مش متابع؟ أكيد انت مهتم بريال مدريد وبرشلونة. بتتفرج على الدوري الأسباني أو مش بتتفرج؟ أكيد عايز تعرف ريال مدريد وبرشلونة عاملين ايه في الوقت الحالي أو دايما بيعملوا ايه. نتكلم على آخر ماتشين اللي منهم ماتش النهارده كان برشلونه واتلتيكو مدريد، وامبارح كان ريال مدريد واوساسونا. وهنبدا طبعا بالنادي الملكي الكبير ريال مدريد واوساسونا. ريال مدريد كسب 4-2 بالراحه، باداء مقنع، بفرقه ماسكه نفسها، بتشكيله من انشيلوتي بتقول ان انشيلوتي كان مذاكر الماتش كويس. كل ده وبلينجهام ما بيلعبش. خد بالك لو بلينجهام كان بيلعب كانوا عملوا ايه؟ مساحات بتتفتح بشكل ملوش حل. بس هي بس نقط كده لازم نتكلم عليها، نقط بسيطه كده عشان الفيديو ما يطولش علينا. ان فالفيردي نجم الماتش، عمل 3 اسيست. فالفيردي من التشكيله اللي شفناها امبارح، شايفين ان فالفيردي كان متحرر هجوميا اكتر منه دفاعيا. فالفيردي ما كانش بيعمل السويتش اللي كان بيعمله مع داني كارفاخال على الناحيه اليمين، ان هو كان بيطرف كارفاخال بيخش في النص. لا، فالفيردي كان واخد راحته، كان بيلعب في نص الملعب ورا او بين السرد باكات وبين خط النص بتاع اوساسونا. اوساسونا ما قدرش يعمل التكتل الدفاعي اللي كان ناوي يعمله في الماتش. ريال مدريد ما ادالوش فرصه. بصراحه توني كروس كان في الماتش مدي حريه لكامافينجا وفالفيردي ان هم يتحركوا بنص الملعب براحتهم. الباص في ريال مدريد كان 10 على 10. نقطه ثانيه بنتكلم عليها، تقدم روديجر من الدفاع لنص الملعب بالكوره بكل ثقه، ان هو بيطلع يزيد مع نص الملعب وبيبني هجمه جديده. عمل بساط مفاتيح لعب ملهاش حل. برضه نرجع نقول ان عشان مندي اداؤه الدفاعي اقوى من اداؤه الهجومي او اكتر شويه، فكان روديجر قادر يطلع من النص. مش طول الاوقات، لا، مندي كمان كان واخد في الادوار الهجوميه ان هو بيعمل استرتش للملعب وقادر يفتح بزياده على اطراف الملعب. غير كده كان مندي بيغطي. طبعا تشاوميني كان واخد تعليمات ان هو ما بيطلعش، كان روديجر هو اللي بيطلع وبيعمل باص. في جون تاني كارفاخال لازم تتفرج عليه، لان بعد الباص العالي من فالفيردي، لا ده في فينش عالمي من كارفاخال. والله خوسيلو ما يعرف يحطها بالطريقه دي. بصراحه ريال مدريد اقنعك، ريال مدريد لعب كوره. ريال مدريد خد 3 نقط مهمين جدا من اوساسونا قبل التوقف، لان بعد التوقف هو كده كده عنده ماتش اتلتيكو بالباو، فكان الماتش ده مهم بالنسبه له قوي. عشان كل الفرق بعد التوقف ما بتبقاش بقوتها، لكن بعد اي توقف دولي بتلاقي الفرقه كده جايه مش مظبوطه. فكان ال3 نقط دول مهمين عشان لا قدر الله لو كان اتعثر قدام اتلتيكو بالباو يبقى برضه محافظ على فرق النقط اللي هو ماشي بيه. ريال مدريد حط الرجل الاولى ناحيه الدوري او ناحيه حسم الدوري، وانا شايف ان الدوري السنه دي مدريدي. لو انت شايف غير كده قول لي، وقول لي السبب اللي انت شايف بيه ايه. نيجي بقى الماتش النهارده اللي هو برشلونه واتلتيكو مدريد، اللي هو اهم ماتش والماتش اللي كلنا مستنيينه، يعتبر اهم ماتش في الاسبوع ده واحلى ماتش. بصراحه برشلونه لعبت على غير العاده، برشلونه كسبت على غير العاده، برشلونه اقنعتك على غير العاده. برشلونه بقى تاني الدوري عن جداره. بصراحه برشلونه النهارده كانت مختلفه خالص عن برشلونه الفتره اللي فاتت. اتلتيكو مدريد استسلمت او ما قدرتش تلعب مع برشلونه او تجاري اللعيبه في المتروبوليتانو في ملعبها. برشلونه اللعيبه بصراحه ظهرت ب... ب... بقوتها الحقيقيه. كل لعيب كان مركز. جواو فيليكس عمل ماتش جميل، وبرضه حط جون في اتلتيكو مدريد كالعاده. اما بالنسبه لليفاندوفسكي، بصراحه هو نجم اليوم، نجم الماتش، نجم الاسبوع. حط جون وصنع جونين. وبصراحه كل اللعيبه كانت بتدور على ليفاندوفسكي، كل الكور اللي جات له قدام كان قادر يريحها. ليفاندوفسكي النهارده بصراحه كان 10 على 10. والماتش ده يعني تقريبا كده بيدي باريس سان جيرمان انذار، بيقول لهم ان برشلونه هتلعب، برشلونه جايه، برشلونه
هتقدر تغير من المستوى اللي هي فيه. برشلونه عملت لغايه دلوقتي ماتشين حلوين قوي، ماتش نابولي العوده والماتش بتاع اتلتيكو مدريد. فرقه زي اتلتيكو مدريد لسه المفروض برضو غالبه الانتر وطالعه من مكسب يخليها عندها نفس انها تلعب برشلونه وثقه وبتاع، مفيش الكلام ده، ما حصلش. برشلونه قدرت تسيطر على الماتش تماما، هجوم ودفاع، وده بفضل برضو التحركات اللي من غير كوره اللي اللعيبه كانت مركزه فيها قوي. دايما استلام الكوره بيبقى بعيد عن اي رجل مدافع من مدافعين اتلتيكو مدريد، اللي احنا عارفين ان هم دايما بيلعبوا بتهور وبشراسه و... وعندهم نزعه دفاعيه. شافي النهارده قدر يموت الميزه بتاعه اتلتيكو مدريد، بحيث ان اللعيبه كلها ما كانتش بتستلم تحت ضغط. بصراحه برشلونه شابوه للماتش ده، مع ان انا مدريدي، بس انا يعني شايف ان برشلونه بصراحه الماتش ده خد ال3 بونت باقناع. قول لي انت شفت ايه من ماتش برشلونه، وشايف مين احسن لاعب، وشايف مين له الفضل في ان برشلونه تلعب بالاسلوب ده، ومستني ايه من فيتور روكي ولامين جمال الفتره الجايه.